اسلم يا ابو عايض. يقول سالم، اقول هذا ميزر بن زياد بن طواله الشمري واخوه دغيم. اخوه دغيم اكبر من ميزر، وكان في يوم من الايام يضربه بخزران، انفطاحت الخزران. ويوم طاحت الخزران دنق عليها اخوه ميزر وعطاه اياها ولقاه بظهره. المضروب دنق على العصا وعطاه اخوه فوق الذلول يبيه يضربه. يبيه يكمل ضربه. يبيه يكمل ضربه، تباطاه ما ضربه ويا ما التفت له يبكي. الله. عود ومشى، وبعد سنه او سنتين كان في رجال يشوف المشهد هذا معهم. المشهد هذا يشوفه واحد من شمر، وكان الضعن يمشي، وبعدين مات ابو الرجال هذا اللي يشوف المشهد. اختلفوا عواله اثنين على الورث. حلو. عنده تقريبا 21 ناقه، واختلفوا في الناقه. جاء انت يا ميزر وقال اعطها اخوك اللي اكبر منك. ميزر اللي هو صاحب السالفه، اي اللي مضروب. نعم. قال يا رجال انت تحسبني مثلك اللي يضربك اخوك بالعصا وتعطيه اياها؟ الله. قال هذا عضيدي في المهمات نطاح، لا غبت عينه ساهره مات باتي. الله. ابغيه قبل الموت غطاط الارواح، ناخذ على عدوان الطايلاتي. سلام. ولي غضب مني وشفت الغضب فاح، دنقت كني واحد من خواتي. الله. ولي ضربني بالعصا والعصا طاح، ناولتها مظنون عيني الشفاتي. ولي طلبني شيء ماني بشحاح، ولا انت والله ما تسوي سواتي. يا سلام. الله. هذا في حق الاخوان. في حق الاخوان شالح بن هدلان يقول واخوي اللي عقب فرقاه بضيع كني ما يجري على العين داري، ليت عصاني مرة قال ما اطيع لعلي اصبر يوم تجري الجواري. الله. واخوه يقول شالح يقول يا ابو ذعارك فيك لوني الحالي، واصبر على الدنيا وباقي تعبها. افديك يا شالح بحالي، ومالي يا مقدم الفرسان حامي سربها. يا سلام يا سلام. لا انت ابو عايض بيض الله وجهك.